لو عايزة صلصة المكرونة بتاعتك تطلع تقيلة كده وحمرا وجميلة، وتخلي المكرونة بتاعتك كده مستوية وحمرا وتطلع معاكي بالشكل ده، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل النهاردة المكرونة بالصلصة بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وتخلي المكرونة بتاعتك حمرا كده وجميلة جدا. لو أول مرة تشوفيني حطي لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناة. بنزل كل يوم فيديو لأكلات اقتصادية وعلى قد الإيد وافكار لاكلات جديده. تعالي بقى كده نسمي الله وندخل في وصفتنا على طول. هي سهله وبسيطه جدا. انا معايا هنا واحده بنجر. لو البنجر مش متوفر عندك مش مشكله ما تحطوش، بس هو الصراحه بيدي قيمه غذائيه حلوه جدا، وفي نفس الوقت بيخلي صلصه المكرونه بتبقى حمرا جدا. بتستغني عن معلقتين الصلصه اللي انتي بتحطيها في الاول. يعني هو البنجر ده بيغنيك عن الصلصه وعن البابريكا، بيخليها حمرا جدا. دلوقتي انا قطعت البنجر وقطعت الطماطم كده مكعبات، ومعايا برضو فلفل رومي ومعايا توم ومعايا بصل. هقطعه كده كله مكعبات بالطريقه ديت واحطه في الكسرونه بتاعتي. التوم بس انا هفتحه كده عشان انا عايزاه اطلع الريحه بتاعته، والبصل برضو انا هقطعه يا دوبك كده قطع بس صغيره بالطريقه دي كده بس. دلوقتي بقى انا قطعت الخضار بتاعي كده كله في الكسرونه. هاخده بقى دلوقتي على البوتاجاز وهولع عليه من غير ما اضيف عليه ميه ولا اي حاجه خالص. هو هينزل ميته كلها وهيستوي. في الاثناء دي بقى تعالي نسلق المكرونه بتاعتنا. انا غليت شويه ميه وحطيت عليهم ملح، وهبتدي احط المكرونه بتاعتي. اي نوع بقى مكرونه انت حباه حطيه. انا هنا حاطه مكرونه سباكيتي. انا بقسمها بس نصين عشان انا مش ببقى حباها طويله قوي. هنا بقى بصي الطماطم بتاعتنا مع البصل والخضار كله استوى ازاي. هاخدها بقى دلوقتي بالهاند بلندر او الخلاط، وهبتدي افرمها وهتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين حمرا ازاي؟ حمرا وجميله جدا، مش محتاجه اي اضافات عليها. اهو انا بقى بعملها كده على طول وبخليها جاهزه في اكياس في الفريزر. لما بعوز اعملها بطلعها على طول، بطلعها على المكرونه ام صلصه، او بطلعها لتسبيكه المحشي بتبقى حلوه جدا. تعالي بقى نسبك المكرونه بتاعتنا. انا جبت الصينيه بتاعتي كده وحطيت عليها شويه زيت، وحطيت عليها نص معلقه توم مفروم كده. واول ما التوم بتاعي يطلع ريحته كده اهوت، هنزل بقى بالصلصه بتاعتي. دلوقتي بقى هبتدي اتبلها. هحط ملح وفلفل اسود وكمون. بس كده، انا مش عايزه اي اضافات للصلصه تغير طعمها. انا هسيبها بس تاخد غلوة دلوقتي. هي اقل من 10 دقايق وهتتسبك معانا. انا اللي هضيف عليها بس دلوقتي اول ما تغلي معلقة من السكر. انا عايزاها بس ايه، تعادل الحموضة بتاعتها. المعلقة دي بتبقى مهمة جدا. دلوقتي بقى زي ما قلتلك اقل من 10 دقايق، وهتلاقيها اتسبكت وطلعت معاكي بالجمال والتقل دوت. مفيش في ثواني بقت جميلة، لان احنا كنا غاليينها الاول، فعشان كده ما بتاخدش وقت في التسبيكة خالص. دلوقتي بقى انا المكرونه بتاعتي سلقتها 3/4 سوا بالظبط، لاني بقى الربع الاخير انا هخليها تكمل في الصلصه. هنزل بقى المكرونه بتاعتي كده في قلب الصلصه، وهقلبها كده شويه على البوتاجاز. بصي بقى الجمال، الصلصه عامله ازاي والمكرونه طالعه عامله ازاي، جميله جدا. تعالي بقى كده نقدمها في اقل من 10 دقايق. بقت المكرونه بالصلصه جاهزه معاكي، وبجد طعمها خطير. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والمكرونه مستويه مظبوطه بجد، وحياة ربنا حلوة جدا جدا. جربيها بالطريقة ديت وانت هتعتمديها على طول. طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت خالص، وبتخلي المكرونة بتاعتك كده حمرة وجميلة جدا. لو كملت الفيديو معايا لغاية هنا، ما تنسيش تحط لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة. انزل كل يوم فيديو لأكلات اقتصادية وأفكار لأكلات على قد الإيد. مع السلامة.